بمنتهى العشوائية وعدم فهم ان المنتخبات غير الأندية، العميد حسام حسن بيشيل 4 من كرواتيا. نروح لتشكيل الماتش. ابو جبل في حراسة المرمى، ربيعة ومنعم قلبين دفاع، هاني يمين، حمدي شمال، مروان عطية، قفشة واكرم، مرموش وتريزيجيه ومصطفى محمد. بدأنا الماتش وزي اي فرقة بيمسكها حسام حسن، حزق جامد، اللعيبة مخبطة على صدرها حلوة قوي، نازلة بتجري في كل حتة في الملعب. قدرنا نجيب فاول، شاطوا تريزيجيه، ردت لحمدي، رفعها ربيعة، 1-0 جون في اول 5 دقايق. فرحنا جميل. يلا بقى مدير الفني يورينا ازاي يحافظ على الجون، ازاي هيوقف لعيبته، ازاي التمركز هيكون مظبوط، وازاي نطلع في الهجمات المرتده. انسى كل اللي انا قلته ده بقى، لان مفيش اي حاجه منه حصل. بمنتهى العشوائيه شفنا منتخب مصر بالذات في نص الملعب مفيش تمركز صح، مفيش ضغط صح، مفيش قطع للكرة اصلا. كرواتيا بتمشي وتعمل اللي هي عايزاه مرة واثنين وثلاثة، ومش عارف اصلا عدت كام مرة. وقت ما كانوا عايزين يعدوا بيعدوا، لحد ما جه لاعب كرواتيا واستلم وسط كل اللي انتوا شايفينه ده وحطها بالراحة لابو جبل، بالراحة خالص. 1-1. بعد ما النتيجة بقت 1-1 حسام حسن قرر يضغط عالي، لا عالي قوي، بمنتهى العند والغباء والعشوائية كمان في الضغط. طلعوا علينا وكانوا هيخلصوا بالتاني قبل ما الشوط ما يخلص، ولكن ربنا ستر. بدأنا الشوط التاني بخروج أكرم ونزول كوكا. فرقت حاجة؟ والله ما فرقت، لأن بعد كام دقيقة بالظبط ركنية والهدف التاني الكرواتي. تمركزات زي الزفت، وباين كده شغل المدرب حلو قوي. ولسه يا عميد، الراجل في منطقة 18 منتخب مصر جاي لوحده خالص بمنتهى الراحة وحطها عادي قوي في ابو جبل. انما واحد حتى قال له انت رايح فين؟ انتوا بتعملوا ايه التمركزات دي؟ ايه اللعيب؟ انت واقف هنا فين؟ وانت بتعمل ايه هنا؟ الراجل واقف لوحده. التمركز والوقفة الدفاعية المظبوطة هي شغلة مدرب وبس. البشاير هلة. بعد ما النتيجة بقت 2-1 مدرب كرواتيا لقانا منتخب على الله حكايته ولاعيبتنا متقلة في الفطار، قام مطلع مودريتش. بعدها بيتدخل حسام حسن ويفهم اخيرا انه لازم ينزل مصطفى فتحي. مش بس لازم ينزل مصطفى فتحي، هو طول ما مش موجود صلاح ولا زيزو فاللي يلعب اصلا هو مصطفى فتحي. الملعب مايل، وقلنا تريزيجيه ومرموش ما ينفعوش هما الاثنين مع بعض، لان الاثنين بيلعبوا في نفس المكان، فالملعب بيبقى مايل وبيبقى واحد فيهم مش على عدلته. استفدنا احنا ايه؟ ولا حاجه. كمل يا عميد. بعديها بتيجي كرة ثابته تاني، بيحصل ايه بقى؟ ها ايه؟ مظبوط، الهدف التاني برضو مفيش اي تمركز، مفيش اي وقفه، مفيش داعي. كمل عميد. بعد الهدف التالت حسام حسن بيفهم ان هي كده كده خربانه خلاص، فبيعمل 3 تغييرات مره واحده. الشامي ما احنا في المصري، محمد شريف، وزعيم الفلاحين حبيب قلبي مصطفى شلبي. وكده كده ما كانتش هتفرق ينزل مين ولا يطلع مين، هي كده كده مش هتفرق اصلا. لكن التغيير اللي فرق هو خروج مروان عطيه ونزول عاطف. فرق في ايه بقى؟ مظبوط، لبسنا الراب. والجون جه منين بقى؟ من المكان اللي المفروض يغطيه مروان عطيه. كمل يا عميد. وفي اخر دقيقه من الماتش بنصعب على منتخب كرواتيا، سابونا نجيب الجون الثاني. برضه الملعب جديد، غلابه احنا بالنسبه. يلا كمل يا عميد. نروح للعيب ابو جبل. والله انا ما اعرف انت بتنضم ليه ولا بتلعب ليه. يعني انت اصلا في فريق بينافس على الهبوط وداخل فيك اجوان بعدد شعر راسك، موجود في المنتخب وبتلعب ليه؟ انا مش عارف. الله يخرب بيت دي بطولة افريقيا هتفضل قرفنا بيها. ليك في كل جون نصيب قد كده. متمركز غلط، واقف تحت الجون غلط، ما بتطلعش، ما بتروحش، ما بتمسكش، بتعمل ايه؟ انا ما اعرفش. بس العيب مش عليك، العيب على اللي جابك. ربيعة زي ما قلنا كان حلو الماتش اللي فات. ليه؟ عشان كنا مقفلين وبندافع وبنلعب على التحولات. لكن النهارده لما النتيجة زنقتنا وعايزين بقى نهاجم ونضغط وخط الدفاع المفروض يتقدم لنص الملعب، شفنا الكوارث. وكان من ضمن الكور اللي لبسنا فيها النهارده كرة الهدف الثالث. نروح لعبد المنعم. وبعدين يا منعم، اللي هي دي مش هتنزل خالص يا ابني. لعيبه كرواتيا ايه اللي انت عايز ترقصها يا ابني؟ ارحمنا، نزل اللي هي دي. مستني ايه يعني؟ تلبسنا وتودينا في داهيه في بطوله مهمه او تصفيات كبيره يعني عشان تبقى مبسوط؟ محمد حمدي يا ابني والله العظيم ما تيجي رجل في فتوح. بتلعب ليه؟ انا ما اعرفش. ايه الميزه اللي عندك؟ انا مش فاهمها. لا وكمان مستبعد فتوح. ايه الجمال ده يا عميد؟ نروح بقى لحبيب قلبي هيموتني في مره، محمد هاني.
خلاص يا رجاله احنا اتكشفنا. اي منتخب هيتفرج على منتخب مصر هي جمله واحده. شايف الواد اللي بيلعب ناحيه اليمين ده؟ يلا يا رجاله روحوا عليه، روحوا عليه. هيسيبكم تعدوا، عادي. يلا هتعدوا وتروحوا وترفعوا وتشوطوا وتجيبوا جوان زي الفل. بس هو هيفضل يلعب ليه؟ اصل ابراهيم حسن اخو حسام حسن مقتنع بيه وقال ان هو احسن باك رايت في مصر. كمل يا عمده. اما خط النص واولهم مروان عطيه فانا مش هقول عليه حاجه لان هو لعيب كويس، ودي من الحاجات القليله اللي حسام حسن عاملها عدله اصلا. لكن نروح بقى للي جنبيه، اكرم توفيق، اللي انا ما اعرفش انضم ليه ولعب ليه، ولما لعب ليه لعب نص ملعب؟ ما عندك هاني زي الزفت ورا، ما تلعب فيها اكرم. ولما حبيت تبدل وتطلع اكرم نزلت كوكا اللي بقاله كتير ما بيلعبش مع الاهلي عشان مصاب. انا ما اعرفش انت بتجهزه ليهم ولا بتعمل ايه، انا مش فاهم. ما كنا خدنا دونجا راجل جاهز وخبره اكتر، وعلى الاقل ما تحرقش الواد الصغير. لكن هنقول ايه، احنا بنعند ومكملين في العند وشايفين اللي احنا بنفهم غير اللي اي حد بيفهمه. قفشه كانش كويس النهارده بس عادي، ما هو قفشه كده، شويه كويس وشويه وحش. تريزيجيه ومرموش والله العظيم ما تنفع في حاله واحده بس، لو هتشد تريزيجيه ورا نص الملعب وتلعب مرموش مكانه، غير كده ما تنفعش. مصطفى محمد ما كانش في الفورمه اللي نعرفها عنه النهارده، بس بينه وبينكم اداء المنتخب ما يساعدش اي فيرود اصلا، لا مصطفى محمد ولا غيره. اخيرا حسام حسن اللي بادئها عند واختيارات من الاول زي الزفت، ساب لعيبه جاهزه وبتلعب ومستواها كويس لحساب لعيبه اما ما بتلعبش او مصابه. ليه؟ انا ما اعرفش، مع ان ممكن اقول لك ليه، لان اللعيبه دي بتلعب في نادي واحد بس. كانت نتيجه اختياراتك ايه؟ وان انت موالي للناس دي وبتعمل لهم اللي هم عايزينه وبتراضيهم، انك شلت بالاربعه. وصدقني مش هيرحموك والله، انت اول واحد هيرموك انت واخوك بره المنتخب، وهتشيل انت الليله. فليه نشتغلها بدراعنا ونشتغلها بما يرضي الله، واللعيبه اللي تستاهل هي اللي تنضم، واللعيبه الكويسه ومستواها كويس وجاهزه هي اللي تلعب وتمثل المنتخب، بغض النظر هي بتلعب فين، عشان ربنا يكرمنا ونرجع تاني منتخب محترم يتخاف منه، بدل ما احنا خلاص بقينا مهزقه.